بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في هذا اللقاء المبارك كنا مع هذه الدورة التدريبية لطلبة البكالوريا في مادة العلوم الإسلامية، والتي نظمتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة عين المال. فنشكر الشعبة ونشكر على القائمين على الشعبة بهذه المناسبة، وأيضا نخص بالشكر أستاذنا الفاضل مفتش التربية الوطنية الذي أشرف على تأطير هذه الندوة وهذه الدورة التدريبية، الأستاذ حسن خلف الله. حقيقة نحن كأساتذة للمادة استفدنا كثيرا من هذه التوجيهات وهذه الإرشادات. يعني الفائدة والنفع لم يكن قاصرا على الطلبة، وإنما يعني نحن كأساتذة استفدنا منها. هذه الدورة تضمنت جملة من التوجيهات المنهجية. يعني الأستاذ ركز كثيرا على الجانب المنهجي الذي ربما يتعثر فيه الطلبة دائما، مع يعني تضمنت أيضا مراجعة مختصرة للدروس، وكذلك الأستاذ نبه على الأخطاء المنهجية، الأخطاء المشتركة بين الطلبة التي يقع فيها الكثير من الطلبة. والحمد لله يعني كان هناك تفاعل من طرف الطلبة وتفاعل من طرف الحاضرين، فنشكر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ونشكر أيضا أستاذنا حسن خلف الله على هذه الندوة، هذه الدورة الماتعة النافعة. جزاكم الله كل خير ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. شكرا بارك الله فيكم.